واش اخوتي، السلام عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو هذا غنديروا واحد التقييم ولا واحد التحليل المباراة نتاع اليوم اللي كانت ضد منتخب موريتانيا. كيف ما كتعرفوا ان المنتخب المغربي تعادل في هذه المباراة هذه، وكيف ما كتعرفوا فالمنتخب المغربي كان هو اللي فافوري انه يغلب. فالتعادل دابا بالنسبه لينا حنا كيتعتبر بحال الا خساره، هو تعادل بطعم الخساره، وبالنسبه للمنتخب الموريتاني فالتعادل بطعم الفوز. كنظن بانه المنتخب الموريتاني دابا يمكن للشعب الموريتاني انه يخرج يحتفل، واخا مباراه وديه وواخا غير تعادلوا، فكنظن بانه مسموح لهم انهم يخرجوا يحتفلوا لانهم تعادلوا مع منتخب اللي كان رابع عالم، منتخب اللي تكلاسا الرابع عالميا، فمن حقهم انهم يخرجوا يحتفلوا. بالنسبه للمباراه نتاع اليوم كان فيها اللعب مسدود، من الطرفين، من المنتخب المغربي والمنتخب الموريتاني. بالنسبه للديفونس نتاع المنتخب المغربي شفنا بانه كان اللعب مسدود، وصراحه الديفونس كان فيه واحد ليكيليبر. الديفونس مهم من ناحيه اللاعبين تاع الديفونس، ما داروش اخطاء. كيف ما كنعرفوا اليوم ما دخلش هادي رياض اساسي، وشفت بانه كاين تناغم بينه وبين نايف اكرد ومع عطية الله مع حكيمي، وهذا الشيء هذه نقطه ايجابيه. في حين انه في الوسط داك بالنسبه للاعب العزوزي كنظن بانه ما عرفتش صراحه، كنظن بانه المستوى نتاعو ما غاديش يكون بحال امرابط، ولو ان سفيان امرابط حتى هو كيدير اخطاء بعض الاحيان. فكنشوف بانه يعني سفيان امرابط بقات بلاصتو. بالنسبه لريتشاردسون حتى هو لاعب اللي مهم، نقدروا نقولوا لاعب مزيان، ما كيديرش اخطاء بزاف. الاخطاء اللي كيدير العزوزي هو انه كيرد الكره للور بزاف، في حين ان ريتشاردسون ما كيديرش اخطاء بزاف، ولكن زعما ما غاديش نقدروا نقولوا بانه بحال اوناحي ولا بحال امرابط. البلاصه نتاع اوناحي ونتاع امرابط بانت سيرتو ملي كيكونوا هما في نهارهم، حتى هما بعض الاحيان لاعبين اللي ملي ما كيكونوش في نهارهم كيديروا اخطاء، وما كيكونش واحد الوسط ما كيكونش فيه واحد الحيويه، واحد الحركه، واحد التناغم. لكن ملي كيكونوا في نهارهم فالوسط نتاع المنتخب المغربي كيكون مزيان. بالنسبه لزياش دار بزاف ديال الاخطاء، يعني كنظن بانه ما كانش حاضر ذهنيا. هادشي اللي كاين، حيت التمريرات ديالو كانوا فيهم بزاف ديال الاخطاء. بالنسبه للحكيمي كنشوف بان المستوى نتاعو ثابت بحال اكرد. وبالنسبه لبونو فالحارس ما كانوش بزاف ديال المحاولات على المنتخب المغربي على الحارس ياسين بونو. فبونو الماتش تقريبا كامل كان مرتاح، كانوا محاولات قليله اللي ما كانوش كيشكلوا واحد الخطوره اللي هي كبيره على المرمى نتاع المنتخب المغربي. بالنسبه للاعب دياز، ابراهيم دياز، فكيتقاتل حتى هو، دار مجهود، لاعب اللي مزيان. بالنسبه لبن صغير، لاعب اللي حتى هو صراحه لاعب عنده واحد المستقبل كبير مع المنتخب المغربي. كيف ما كتعرفوا انه باقي صغير وكيقدم هذا المستوى هذا، فما يمكن لنا الا نقولوا ما شاء الله. وكنظن بانه كيف ما قلت غيكون عنده مستقبل كبير مع المنتخب المغربي. بالنسبه للرحيمي حتى هو ما غنقولوا، الرحيمي ما سجلش، ولكن كيف ما قلت في الاول فالماتش كان مسدود. المنتخب الموريتاني لعب معنا بنفس الخطه اللي لعبنا بها كاس العالم، بمعنى انه سد اللعب. فكون جا واحد الهدف، كون سجلنا واحد الهدف، كان اللعب غيتفتح وغيكونوا مساحات، وديك الساعات غنعرفوا الهجوم ديالنا واش في يدو ولا ما في يدوش. في حين انهم من يسدوا علينا فصعيب باش تسجل. كان من المفترض انه يكونوا بعض التمريرات اللي غيكونوا في مركز العمليات، غيكونوا في العمق، اللي غيخليو اللاعبين تاع الخصم، اللاعبين تاع موريتانيا، انهم يديروا اخطاء، وبالتالي حنا غنستغلوا دوك الاخطاء وغنقدروا يا اما غنسجلوا هدف، يا اما غنصيدوا واحد ضربه جزاء اللي غتكون
في مركز العمليات